السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامج أدهم في الملاعب، وحلقة للتاريخ. بالنسبة لي أنا حلقة للتاريخ، أتمنى أن هي توصل لأكتر عدد من المشاهدات وأكتر عدد من الاشتراكات في هذه الحلقة، والحديث عن كأس العالم للأندية بنسخته الأولى، مكون من 32 فريق يقام في أمريكا، فهو حدث للتاريخ وهي حلقة للتاريخ. الحديث عن كأس العالم للأندية 2025 بالتفصيل الممل، والجزء الأهم والأخص اللي يخصنا جميعا كمصريين هو النادي الأهلي في مباراتي انتر ميامي وبالميراس. للأسف حزن كل الحزن. فلو وصلك الفيديو خش اعمل سبسكرايب للقناة وشير القناة في كل حتة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد أول بأول. كان معكم أدهم شاهين في برنامج أدهم في الملاعب، فيلا بينا نبدأ. طيب، اول حاجه عايزين نقولها بس عن كاس العالم كده عشان الناس تبقى حاضره معانا، دماغها حاضره معانا، هو ان كل سنه بيبقى كاس العالم للانديه ده كان بيبقى مكون من 4 أو 5 فرق اللي هم ابطال القارات، بطل افريقيا وبطل اسيا وبطل اوروبا. ونيوزيلندا ما فيهاش غير فريق واحد اللي هو اوكلاند سيتي، اصلا اللعيبه بتاعت اوكلاند سيتي بيبقوا شغالين عادي، اللي جاي من مصنع واللي جاي مش عارف من ايه. ومن امريكا الجنوبيه والمكسيك والكلام ده بيبقوا حوالي 5-6 فرق، ودايما اللي بياخدها بيبقى بطل اوروبا. مفيش غير 4 مرات بيتهيألي او 3 مرات كانوا ابطال غير اوروبيين كانوا من امريكا الجنوبيه، اللي هو ارجنتين او برازيل من الاخر يعني بمعنى اصح. فالسنه دي الفيفا قررت ان هي تعمل زي منتخبات. انا من وانا صغير كنت دايما ببقى اما اجي العب بلاي ستيشن مفيش كاس عالم انديه ليه وانا صغير، لحد وقتنا هذا، لحد ما البطوله دي بتقام واتعملت بالفعل، وانا بتفرج عليها انا مش مصدق، مفكر ان ده بلاي ستيشن. كنت اقوم جايب اللي هو في البيس مثلا او في الفيفا، اخش بطوله مخصصه واجمع انا 32 فريق، اقوى 32 فريق بقى، ريال مدريد وبرشلونه وارسنال، الكلام ده بحيث يبقى كاس عالم للانديه. كان نفسي من وانا صغير يبقى فيه الموضوع ده، وكل 4 سنين، وبالفعل اتعمل نسخته الاولى للتاريخ. لسه الاجواء ما دخلناش من المواعيد الفجر اللي وراه شغل، واللي بيدوب بيتفرجوا على الماتشات اللي هو الاهلي بالعافيه. واحد زي انا كشغلي وكمحلل اداء وكمحلل رياضي، انا بتابع كل الماتشات في كل الاوقات في كاس العالم للانديه من ساعه ما بدا. لسه هنخش في الاجواء اكتر واكتر. هو بس منه يعني انا كنت من وجهة نظري لو كانت لعب في بلد فيها كورة شوية، ايطاليا مثلا، الجرينتا الايطالية او الحب الكروي اللي هناك، اسبانيا تيكي تاكا واللعب الاسباني، المانيا، اي بلد، برازيل، كان هيبقى نفس المواعيد بس هيبقى في شغف اكتر من ناحية الحضور الجماهيري. خلينا ابدأ معاك ان دي اول نسخة تقام كأس عالم اندية زي المنتخبات، هتقام كل 4 سنين، مكونة من 32 فريق. ده عمل ايه بقى؟ عشان بس الحلقة دي احنا للتاريخ، انا مش عايزك تفوت معايا ثانية في الحلقة دي ولا تمل ولا تكل. 32 فريق في الاول، انا اول ما بصيت على الفرق قلت خلاص، كل العالم بيقول ان اللي هياخد كاس العالم هو واحد من الفرق دي اللي هي الاوروبية: ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان لما خد دوري ابطال اوروبا ودخل في الاجواء. كل التوقعات والاكس جي محطوطين ما بين الاربعه دول، اللي هو ريال مدريد، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان. فرق اوروبيه، اقوى 4 فرق في البطوله. هتبص على الباقي هتلاقي مونتيري المكسيكي، اوكلاند سيتي، بوتافوجو البرازيلي، بوكا جونيور الارجنتين، فرق اللي هو تعمل نوش بس مش اللي هم هينافسوا. لحد ما الجولة الأولى خلصت، وبداية من الجولة الثانية احنا بدأنا نشوف لا ان في مفاجآت وفي طمع للفرق. فريق انتر ميامي ده يا جماعة، انت ما فيش، هو بيلعبوا لعب خماسي، انت في ملعب خماسي، ميسي على الواقف كده شويه بساط، دريبلينج بالكرة، تمويه بالجسم، سواريز زي ما انت شايف، بوسكيتس بيلعب على الواقف، اللي هم نجوم برشلونة. عارف انت لما يكون خلاص اللعبة اعتزلت وانت بتلعب بنجوم العالم والنجوم السابقين والكلام ده، هو انتر ميامي كان كده لحد الماتش التاني قصاد بورتو، كسب 2-1 بفاول ولا اروع من ميسي. بدأ ميسي بعد المباراة
ده احنا بنطمح بالمنافسه على اللقب. سيرجيو راموس في مؤتمر الصحفي بيلعب في فريق مونتيري اللي هو محدش عارف اصلا سيرجيو راموس لسه بيلعب لحد دلوقتي ولا بيلعب فين، بيلعب في فريق مونتيري. قال لك اتمنى ما اقابلش ريال مدريد في النهائي. احنا هنهزر؟ مونتيري المكسيك اللي يطلع اصلا من دور المجموعات. احنا بدأنا نشوف مفاجآت كبيرة جدا جدا جدا. خليني بقى ايه ابدأ معاكم ونسيب بقى الجزء. خلينا ابدأ بالاهلي الاول، الجزء الاهم. بس قبل ما نروح للاهلي عشان تفاصيل كتير هنتكلم عليها، هو بايرن ميونخ دايما في اي بطولة محلية اوروبية قارية، اي بطولة هو دايما صاحب اكبر نتيجة في البطولة. الدوري الالماني هو صاحب اكبر نتيجه، في الدوري ابطال اوروبا هو صاحب اكبر نتيجه، في كاس العالم للانديه هو صاحب اكبر نتيجه. بيفتتح الجوله الافتتاحيه. يا جبروتك يا جبروتك. هو انا بشجع بايرن من شويه؟ يا جماعه؟ لا انزل لنا بقى تحت كده. هو انا بشجع بايرن يا جماعه من شويه؟ بايرن ميونخ الالماني العملاق البافاري الالماني اللي هو بص، انا بحب الفريق ده علشان يا جماعه اللي هو لو قدرت انا مش هحفي في الكوره، انا قدرت عليك هجيب الرابع والخامس والسادس والسابع والماكينه هتشتغل ماكينات المانيه. من اللي خلاني احب الفريق ده طبعا عن بعيد عن اوليفر كان وروبن ونوير فيما بعد وريبر والناس دي من زمن الزمن، او الكره الالمانيه منتخب المانيا او بايرن ميونخ، بسبب الموضوع ده. اوب 7-1 البرازيل فضيحه في المراكانا، زلزال في نص نهائي كاس العالم اللي مقام على ارضك. برشلونه 8-2 اللي هو بيهين الفرق. جات لي الفرصه وهقدر ان اهينك وادوس عليك، انا هعمل كده. دي حلاوه بايرن ميونخ، مفيش كده في الدنيا. 10-0 في الجوله الافتتاحيه ايا كان بتلاعب مين. ما تقوليش اوكلاند سيتي وانا اللي انا لسه قايله وشغالين بره ومش لعيبه كوره، ايا كان مفيش الكلام ده يا جماعه في بطوله مجمعه. 10-0 انا بالنسبه لي اللي هو كارت ارهاب بقى. انت فاهم الموضوع؟ هو دوري ابطال اوروبا 2020 لما هانزي فليك بايرن ميونخ اكتسح الكل، هو بسبب كده انه بدأ البطولة قدام توتنهام في مجموع اللقاءين 7-1 مش عارف في اللقاء الاول و4 في اللقاء اللي هو دخل على طول انا هشوط اللي قدامي. عمل كارت ارهاب، رمى الارضية بتاعته، يلا ها انا داخل اخد البطولة دي. 10-0 مفيش هزار. هنيجي نبص على ريال مدريد، لسه تشابي الونسو اول ماتش ليه تعادل مع الهلال، ماتش تاريخي للهلال السعودي، وهو تعادل بطعم الهزيمه، لان انت من حقك تكسب. التعادل ده بطعم الخساره. انت من حقك في الهلال السعودي في الماتش ده انه يكسب ريال مدريد. ده كل ده في الجولات الاولى يا جماعه احنا بنتكلم فيه ان الهلال ريال مدريد هو اللي تعادل بطعم الفوز. حاجه غريبه جدا. مانشستر سيتي بادئ بداية على الرايق على هادي على البراحة خالص، 2-0 على الوداد المغربي. كنا يعني الوداد مفيش حاجة، يعني 2-0 انت عملت اللي عليك، متشكرين أوي. اللي استغربته هو أداء الترجي التونسي أمام فلامينجو البرازيلي بخسارة 2-0. مفيش خالص. الفريق العربي الوحيد اللي داخل وأقول لك وبينافس الهلال السعودي. فرق امكانيات وفلوس وحاجات كتير احنا عارفينها. بس الاهلي، قبل ما نروح بس الاهلي عشان الاهلي عندي كلام كتير يا حبر بدري لسه. سان داونز بادئ بدايه جميله جدا وبنسبه 90% هو هيعدي الدور القادم. هو كسب اول ماتش ومعاه 3 بونت ومتصدر مجموعته، وبروسيا دورتموند هو الثاني هيلاعب الماتش الجاي بروسيا دورتموند. اي تعادل ليه الماتش اللي بعديه في المونينيزي البرازيلي برضه هو محتاج تعادل من ماتشين. اليوفنتوس والسيتي، اليوفنتوس 5-0 زيه زي اليوفنتوس برضه داخل بدايه قويه، بس العين الاماراتي للاسف هو مش في افضل حالاته برضه. يعني كده هو السيتي واليوفنتوس متاهلين كل واحد معاه 3 بونت وخلاص. مونتيري المكسيكي على طريقه راموس اللي عنده 40 سنه لسه زي ما هو، رأسيه
رأسية من ركنية بتؤدي إلى تعادل مع وصيف أوروبا إنتر ميلان، رأسية راموس اللي جاءت في الدقيقة 26. وبفعلا دي بنشوف مفاجآت، بنشوف إن كلام راموس زي ما قال هو مش بيهزر. كأس العالم للأندية حلاوته، تشيلسي برضه نفس الكلام، بدأ بداية ولا أجمل من كده 2-0 وماشي. أنا حاسس إن تشيلسي هيوصل لمكان بعيد جدا جدا وهينافس بقوة على البطولة. باريس سان جيرمان اللي فاجئنا في أول لقاء ب4-0 ودخل يهيمن زي ما هيمن على أوروبا، الماتش اللي بعده بوتافوجو. يا جماعة ما هي دي المفاجآت اللي هي دي حلاوة كأس العالم للأندية، ده اللي احنا كنا مفتقدينه. جميع اللي بيشجعوا كرة وبيتفرجوا على كرة او محب كرة القدم كلهم في كل القارات في كل انحاء العالم كان نفسهم يشوفوا الكلام ده، من البرازيل والارجنتين وافريقيا وهات من كل حتة في العالم فرق، العب بقى، يلا ورينا كاس عالم اهو، ورينا فرق اوروبا اللي دوري ابطال اوروبا كل سنه عامل قلبان. وهو دايما بنقول يا لو مثلا انا كمشجع زملكاوي اهو واقول يا لو الزمالك في دوري ابطال اوروبا بيلعب، ده مثلا. بس الحمد لله اللي احنا ما روحناش في اي حته وقاعدين هنا في مصر ومستورين، عشان ايه الدنيا ناصر منسي كان زمانه عامل شغل عالي اقسم بالله. هموت ومش هشوف الزمالك في كاس العالم للانديه، بس مصلحه عشان ما يبقاش شكلنا زي ايه، جايين ومن غير زعل وبكل حياديه والله، ده في سبيل اللي هو ايه، هم يضحك وهم يبكي زي ما بيقولوا مش اكتر. فبوتافوجو مكسب على باريس سان جيرمان، ويعني بصراحه لا جالي ايرور في دماغي، مين بوتافوجو ده؟ يعني بوتافوجو ايه يعني؟ برازيل مشهوره بفلامينجو البرازيلي، فلومينيزي، بالميراس. يعني بوتافوجو برضه عامل الفرق القديمه ما فيش كلام، بس مش على الساحه بقالها كتير يعني. فازت بطل اوروبا، تخيل بطل اوروبا اللي هو باريس سان جيرمان، خلت ان فريق من الكبار اللي هو باريس واتليتيكو واحد منهم مش هيصعد. بوتافوجو كده صعد رسميا. ماتش باريس الجاي يبقى قدام سياتل الامريكا، هيكسب يعني بنسبه 100%، واتلتيكو قدام بوتافوجو. طب انت اتلتيكو مدريد كده، باريس خلاص اعتبرناه كسب بقى 6 نقط زيه زي بوتافوجو. هنشوف بقى فرق الاهداف مين اول ومين تاني. بوتافوجو لو خسر من اتلتيكو مدريد، انت اتلتيكو مدريد محتاج تكسب بوتافوجو 5-0 عشان يبقى فرق الاهداف وتتاهل. فانت كده اتلتيكو مدريد بنسبه كبيره باي باي كمبوره. هنشوف الاحداث اللي جايه. نيجي على المجموعه الاولى وهو الجزء الاهم، النادي الاهلي. انقل يا ابني على النادي الاهلي. النادي الاهلي بدأ كأس العالم، ابتدى بماتش الافتتاح بالنادي الاهلي في المجموعه الاولى امام انتر ميامي الامريكي، اللي زي ما اتكلمنا عليه ميسي واصحابه وعاملين شله كده في هناك في امريكا وبيلعبوا في انتر ميامي فسحه كده على الواقف كده وبيلعبوا. الشوط الاول هو الشوط المصيري اللي ادى لحدوث كل اللي بيحصل في النادي الاهلي حاليا. نتكلم بقى ايه تكتيك بس، كل حاجه فنيا وتكتيكيا، وايه الاسباب اللي خلتنا نشوف الاهلي قدام بالميراس كده وبالسوق ده وقدام انتر ميامي برضه. شوط اول نموذجي في افتتاحيه كاس العالم للنادي الاهلي. داخل انا واحد من الناس قلت ايه ده، انا ما كانش في ذهني، بس انا عارف ان انتر ميامي ضعيف في الاول، بس ما فيش دفاع. انت كنت بتاخد الكوره من عند الشناوي من خط الدفاع، تمشي من اول خط نص الملعب لحد الدفاع ما فيش حد، هو بوسكيتس غلبان لوحده يتيم يا ولده بيمشي في خط النص وتوصل ما فيش مدافعين اصلا. يعني الدنيا ماشيه في انتر ميامي فريق بجد عبثي بطريقه مش انا حاسس ان مفيش تكتيك في الفريق. هو العبوا، انزلوا العبوا كوره، اللي عنده حاجه يعملها. ده بالظبط اللي بشوفه في انتر ميامي. ازاي كسبوا بورتو انا ما اعرفش. بورتو دي اللي حاجه سيئه جدا. انت في الاول قلنا بورتو وهنشوف بعدين ان شاء الله الاهلي، كل الناس كانت بتتمنى كده. انت بتشوف بورتو حصلت المجموعه، يعني المفروض هو دلوقتي بورتو الثالث نقطه مع نقطه زيه زي الاهلي، بس فرق الاهداف هو المفروض بورتو يبقى الاخير والله. يعني ماتش ما علينا. خلينا الشوط الاول النادي الاهلي فرصتين، فرصه امام عاشور الحارس تألق فيها، فرصه تريزيجيه الاولى
تريزيجيه ولا كانت وسام ابو علي؟ كانت تريزيجيه بيتهيألي، على ما اظن كانت تريزيجيه. الفرصه اللي هي الانفراد كان وسام ابو علي. ايه ده؟ انت بتشوطها في ايد الحارس، ده بعيد عن جون تسلل. ضربه الجزاء اللي ايا كان مين اللي كان شاطها، كان وسام ممكن يشوطها كانت هتضيع، ما علينا من الخلاف واللي حصل، بس كان امر غريب جدا من تريزيجيه. انا دايما متعود ان تريزيجيه هو الراجل الكريم السخي اللي بيدي دايما الكوره للعيبه اللي حواليه وبيحركهم وروحوا انتوا هاتوا، مش طماع. اول مره اشوف دي في تريزيجيه، هو طلع اعترف وتمام. الشوط الثاني في النادي الاهلي في مباراه انتر ميامي الاولى، شوط انت ما جيتش الماتش. شناوي مان اوف ذا ماتش، كانت المفروض تتسحب في الاخر بعد ما ادوها الحارس انتر ميامي. الكرة الأخيرة اللي جت في دماغه بالصدفة دي في الركنية، وكرة ميسي اللفة اللي هي المفروض على شكل اوفر بس جت ار2 ساقطة من فوق لتحت وطلعها وجت في العارضة. والانفراد، لا انفراد اللي هو صده، انت الشناوي اللي نقصك الشوط الثاني. عدت بامان وسلام وقلنا خير ومعلش، وكان بالامكان افضل مما كان بكتير، وكنت ممكن تنزل الشوط الثاني تدغدغ فريق انتر ميامي خالص وتاخد الثلاثه بونت، وداخل حاطط رجل على رجل ومستريح. اهلا بكم يا بالمراس البرازيلي، انا مش خايف وسجلي الوحش قدام الفرق البرازيليه اللي عمري في حياتي ما كسبت فريق من امريكا الجنوبيه، لا انا داخل حتى لو تعادلت معاكم او خسرت هبقى مرتاح نفسيا. لكن مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. 0-0 خلاص. بالميراس قدام بورتو، دي بقى المفاجأة بقى. احنا كله كان بيقول بورتو يا جماعة، بالاسامي بالورق باللعيبة. بالميراس الواد ستيفانو ده اللي راح تشيلسي ده مجرم 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 بمعنى مجرم يا جماعة. الواد 18 سنة، وفي نفس الوقت 3/4 الفرقة هم 18 20 21 22 سنة. اكبر واحد فيهم فيليب اندرسون، كان بيلعب في لاسيو ويست هام وبورتو البرتغالي، وراجل خبره. وفيجا في خط النص 30 سنه. عكس صفقات الاهلي اللي عملت ضجه، انت عندك زيزو ده يا جماعه ما هو مش صغير، ما هو 30 سنه. بن شرقي 31 سنه، تريزيجيه معدي 30 سنه. الصفقات كلها فوق 30. بالمراس شويه عيال عندهم صحه برازيل ومجانين كوره، وبنفهم استيعابنا في الكوره، سلم واستلم والمثلثات والتحولات والتكتيك. مدرب معاهم بقاله 5 سنين. انت جايب مدرب يبدا معاك البطوله كنادي اهلي. احنا شفنا تشابي الونسو مع ريال مدريد، غلطة كبيرة جدا من النادي الاهلي اللي عمله. انت جايب مدرب هاته في اخر طيب شوية في الموسم، كان يلعب بيهم كام ماتش يشوف التوليفة الصح، ومش جايبه يبدأ على الحامي. وبعدين مدرب يا جماعة، انتوا جايبين رونالدو جنوب افريقيا. رونالدو يعني ايه يعني يا جماعة؟ عمل ايه معاه رونالدو؟ ما عملش اي حاجة. كل البطولات اللي خدها هي كؤوس. حاجه غريبه جدا جدا. احنا جماهير النادي الاهلي كانت فرحانه بالزيط، هوب جبنا زيزو وجبنا بن شرقي وجبنا تريزيجيه ومعانا جريتشار وامام عاشور واسامه ابو علي. مع احترامي للاسامي، الناس دي كلها معروفه في مصر، مش جايب نجم كبير يعني عامل ضجه. كل دول في مصر هنا، اخرهم ايه؟ الدوري المصري مع بيلعبوا مع الشركات، مع احترامي يعني ما تزعلوش مني، مش مؤهلين ان هم لعيبه عالميه يلعبوا على مستوى عالمي. وكل شويه بعد كل ماتش اصل الجو حر. جو ايه حر يا جماعه؟ احنا في حر قاره في العالم، في افريقيا. احنا كل ماتشاتنا في الحر. احنا في مصر هنا الجو حر بنلعب في الحر، بس احنا عشان مش متعودين نلعب ماتشات الصبح. لو متعودين وبنلعب في افريقيا وبتاخدوا افريقيا كل سنه النادي الاهلي. طب ما انت ايه اللي وداك هناك انك بطل افريقيا كل سنه؟ انا المشكله اللي معايا اللي منرفزاني مش ماتش انتر ميامي. ماتش انتر ميامي خلاص ما حصلش توفيق، وشوط وشوط. الشوط الاول جيم واحد للنادي الاهلي بيلعب نفسه، الشوط الثاني جيم واحد انتر ميامي بيلعب نفسه. خلاص خلصنا. بالميراس كنت متوقع ان على الاقل هيبقى 1-1، هيبقى في تعادل، ممكن تخطف فوز، ممكن هم يخطفوا فوز بس مش بالطريقه دي، مش 2-0 وباكتساح. باكتساح ما لمستش لحد الدقيقه 80 ولا لمسه في منطقه جزاء بالميراس غير 4 لمسات. انت ما جيتش الماتش، انت ما جيتش الماتش يا معلم. واللعيبه ما فيش انا في لقطه نفسي هحاول اجيبها لكم، والله نفسي اعرضها لكم.
في هجمه مرتده للاهلي بعد التوقف في المباراه والخساره، وهو خسران 2-0 بعد التوقف في المباراه بسبب السحابه ومش السحابه والكلام ده. انت رايح بهجمه مرتده، مش عارف الكوره كانت مع تريز مع لا كان حد، كانت مع حد من لعيبه النادي الاهلي، فهو جنبه لاعب، يعني هي الكوره هنا اهو وانت رايح على مرمى بالميراس، وفي لاعب بيطالع معاك بقى خلاص طالع معاك كده في نفس الخط، وهو بيلعبها له بالكعب لورا، راحت الكرة مقطوعة وراجعة بهجمة مرتدة. انت مش عارف لعيب التاني فين، انت وزمايلك في الملعب ما هم مش فاهمين بعض ومش فاهمين التحركات ومش فاهمين اماكن يعني مش فاهمين اماكن بعض، مش حافظين بعض، بيلعبوا لعب عشوائي بطريقة غريبة، كله ميس باص غلط، كله ميس باص في الشوط التاني. ماتش، لا معلش كده بدأنا نشك انتوا عاملين لنا ان النادي الاهلي نادي عالمي. هو النادي الاهلي نادي عالمي؟ علامة استفهام وعلامة تعجب ونقطة. عالمي؟ ردوا عليا في الكومنتات بس بحيادية وبالعقل وبالمنطق، مش بالعاطفة وبالحب والتطبيل. ما هو انا لو نادي الزمالك مكان دلوقتي هقول الكلام ده، هقول اللي انا عيني شايفاه واللي عقلي مستوعبه، مش هقول بالعاطفة ومن حب. ما هو الكلام ده انا بقوله من حبي برضه. ما هو يا جماعه انت هناك برضه على قد ما الواحد زعلان انه مش فريقه هو اللي هناك، على قد ما الواحد زعلان ان شايف الاهلي وحش قوي كده. ما انتوا واكلين مال يتامى يا معلم. انا مش عايز اقول كلمه تضحك والله، هو افيه علينا احنا، عليا انا كزملكاوي. انت مش خدت لعيبه الزمالك؟ خدت لعيبه الزمالك، خدت زيزو وامام عاشور وياسر ابراهيم برضو كان عندنا وبن شرقي. ده حالك يا معلم. انت ما جبتش ولا جون في البطولة، وغالبا كده هتروح لحد ماتش بورتو انت مش هتبقى اسوأ فريق في البطولة، هتحقق رقم قياسي سلبي، ما جبتش ولا جون في البطولة وحصالة في البطولة، ما جبتش ولا جون. فريق النادي الاهلي حرام يا جماعة، والله صعبان عليا اللي انا شايفه ده. انت في ماتش بالميراس انت مدرب مفيش جملة متفقين عليها يا جماعة، مفيش جملة. بن شرقي ما بيلعبش ليه؟ الواد بن شرقي لما نزل تقيل على الكوره وراسي، وعارف ان في ثانيه هخطف جون، هعمل حركه همول اللعيبه، تحركاته بدون كوره، عيل راسي. ده ما بيلعبش ليه؟ خلاص وزيزو بقى خلاص هياخد الناحيه اليمين لحسابه وهيلعب اساسي كل ماتش حتى لو هو وحش. انا ما شفتوش وحش بس مش اللي هو يعني. وسام ابو علي زفت الطين على دماغه، ده هداف الدوري وده اللي طالعين بيه السما، زفت الطين على دماغه، بدنيا هو واقع. ان الراجل لعب مع منتخبه فلسطين ورجع ده، فهو بدنيا وحش. لاعب جريتشار يا معلم، انت عارف ان بالميراس الخطه بقى العبقريه اللي انت داخل الماتش عارف ان بالميراس فريق في الضغط شرس جدا وقوي جدا. هو ضحك عليك يا معلم، قال لك انت خلاص درستني، انا هسيب لك الكوره، خد الكوره في اول الماتش العب شويه كده بالكوره يا معلم، هقطع انا منك الكوره وابدا والعب على التحولات، اول ما تبدا تهنج هبدا انا بقى بالضغط بتاعي. وده اللي حصل بالفعل. انت الاهلي وهو معاك كوره في اول ربع ساعه ما عملش اي خطوره، ما سددش ولا تسديد على المرمى، ما فيش يا جماعه. التسديدتين اللي جم على المرمى جم في اخر 10 دقائق من بن شرقي. الجون الثاني هو تحول نموذجي من الدفاع للهجوم من بالميراس. محمد هاني يا ولده بيجري مش قادر، جاب كل اللي عنده راح متزحلق مش قادر يا جماعه. بس شفت التحول ان هي الكوره على الطرف اليمين راح مرجع لورا للستة خط النص، والمهاجم بيجري في المساحه اللي فاضيه راح مديها له، اللي هي الكوره انا طلعت بيها، رجع على طول طلع في ثانيه لقدام 1 2 3. بس ايه، دايما في التحولات لما بتكون انت بتجري والفريق كله بيجري معاك خلاص هيرجع معاك، انت ترجيعة الكرة لورا اللي في خط النص دي مع السرود طويل ولا اروع ولا اجمل من كده. دلوقتي الامور اتعقدت، انت الاول بالميراس 4 نقط، التاني انتر ميامي 4 نقط، ماتشك الجاي مع بورتو مع احترامي هم لو اتعادلوا هم الاثنين تأهلوا خلاص بقى. انت كسبت بورتو انت اولا لو فريق واحد ايا كان مين اللي كسب منهم التاني هيتنيه 4 نقط. خش بقى انت لازم اصلا تكسب بورتو، وانت مش هتكسب بورتو، انا بقول لك اهو انت مش هتكسب بورتو.
خلينا ان انت كسبت بورتو 1-0 2-0 بقى كده، ولا ليك اهداف ولا عليك اهداف، ما تأهلتش برضه، ما تأهلتش يا معلم. فانت رحت اديت مستوى زي الزفت، بدل ما كان كله بيشكر وكله مستني وكله الاهلي في كاس العالم للانديه وفريق مصري، هتلاقي فريق زي صن داونز اللي بيراميدز هزمه في دوري ابطال افريقيا عامل نتائج احسن منك، واخد فلوس اكتر منك، وهينافسك بقوه في دوري ابطال افريقيا، وانت يا معلم مفيش. خدت مش عارف مليون كده في التعادل اللي انت تعادلته، وفلوس البطوله اللي هي ايه وخلاص، وجبت شويه صفقات تلعب بيها وتنافس بيها في ايه، في الشركات اللي هنا عندنا في مصر. عملت ايه؟ ما عملتش حاجه، رحت سياحه امريكا وجيت. حاجه تحزن جدا بجد. لا اتمنى ان اكون مكان جماهير الاهلي. انت اكتر من تشارك في كاس العالم للانديه بنسخته القديمه والجديده دي كمان، ما عملتش ولا حاجه في كاس العالم للانديه اللي هو برونزيه وبتاخد تطلع الرابع والثالث. انت اسوأ ارقام هي النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، انت بتخش تخسر يا معلم وتطلع، ما بتعملش حاجه، بتكسب اول ماتش وخلاص. هتقول لي طب ما انتوا ما وصلتوش كاس العالم للانديه، انا ما بتكلمش عليا دلوقتي، انا بتكلم يا عم احنا ما وصلناش كاس العالم للانديه، انا بتكلم على التحليل. انت بتروح تعمل ايه؟ حلو انك بتروح وبتمثل مصر والكلام اللي كلكم بتقولوه احنا مش عارفين نوصل، وانت بتروح كل مره، بس بتعمل ايه؟ ما انت لازم تنافس. الهلال دلوقتي صدق وآمن نفسه ان هو انا فريق بطل، فريق عالمي من الاخر بالسكواد اللي معاه. هتقول لي هو شوف هو فين والسكواد بتاعه فين واحنا فين؟ لا، انت سكوادك سكواد قوي قوي يا جماعه، قوي 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 جدا، عنده احسن من كده بكتير. لسه في حلقات مستمرة كتير عن كأس العالم للأندية 2025 لأنه حدث للتاريخ. أتمنى أن أكون خفيف على قلوبكم جميعا، وتكون الحلقة ممتعة ومميزة. تشاركوني آرائكم في الكومنتات، وأشوفكم في حلقة جديدة من برنامج أدهم في الملاعب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.